عمركم سمعتوا عن واحدة فتحت باب البيت لعشيقها علشان يدخل يعمل في مامتها أغرب حاجة ممكن تتخيلوها؟ الحلقة دي صادمة بكل ما تحتويه الكلمة اللي هتسمعوه. يمكن مفيش عقل بشر يستوعب ويصدق إن ده بيحصل، ولكن الجريمة اللي أنا هحكيها النهاردة مختلفة من نوعها، لأن الحقيقة لو قعدتوا سنين تفكروا وتدرسوا وتخططوا مستحيل تتوقع إن بنتها هي اللي هتعمل كده فيها بإيديها. البنت اللي هتشوفوها دلوقتي بنوتة جميلة جدا، لو أي واحد في الدنيا شاف صورتها يتمناها تكون زوجة ليه أو يتمناها تكون حبيبته، لأن الحقيقة وشها بريء جدا وملامحها جميلة ولابسة فستان كله سعادة وبهجة. والصورة دي الحقيقة كانت في خطوبتها وهي قاعدة مع مامتها وبتحضنها وبتسلم عليها علشان مامتها فرحانة بيها جدا. سعادة ما بعدها سعادة. اللي حصل الحقيقة إن البنت دي اسمها نورهان عملت شيء صعب جدا، والحادثة بدأت لما قرروا إن هم ينقلوا في منطقة تانية في مصر، والمنطقة دي كانت في مدينة بورسعيد. لما قرروا إن هم ينقلوا منطقة اسمها الفيروز، بدأت لما أخوها أحمد اتعرف على شاب صغير اسمه حسين، بيسموه حسين فهمي، ولكن الصورة اللي هتشوفوها قدامكم هو لا يمس لحسين فهمي بأي صلة. عارفين الشباب الصغيرين اللي حالقين شعرهم من الجنب ومعلقين الجنازير في رقبتهم ومسقطين البنطلون؟ هو ده المنظر اللي انتوا هتشوفوه للأسف. طبعا أحمد سنه صغير، بيدرس لسه في المدرسة، ونورهان ليها أخ تاني صغير برضو في المدرسة برضو، وهي البنوتة الكبيرة. الحقيقة مامتها بتشتغل في إحدى المستشفيات وأبوها تاجر عنده محل. الأب بيعمل وبيشقى على لقمة عيشه وبياخد معاه ابنه أحمد الكبير اللي هو أصغر من نورهان ولكن يعتبر راجل العيلة وراجل البيت من بعد أبوه، فبياخده معاه المحل إن هو بيعمل تاجر زي ما أنا قلت. وأخوها الصغير بيبقى في الدرس والأم بتعمل في المستشفى. أغلبية الوقت البيت بيبقى فاضي لأن نورهان هي كمان بتدرس في الجامعة، في جامعة بورسعيد كلية آداب. طبعا البنت متعودة على الاتيتيود ده في حياتها هي وأسرتها، وكانت مخطوبة وصورها كانت منتشرة في الوقت دوت، كانت هي اللي منزلاها بنفسها على صفحاتها على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا وبتحتفل مع الناس بخطوبتها وكل الناس كانت داخلة تبارك لها. بعد فترة الأم في يوم من الأيام قررت إنها ترجع البيت فجأة في ميعاد غير ميعادها، والوقت ده الحقيقة البيت معروف إن هو بيبقى فاضي لأن نورهان بتبقى في الجامعة والأخ الصغير في المدرسة والأب في الشغل ومعاه ابنه أحمد. بس الأم قررت إن فجأة في الليلة الكئيبة دي تغير كل مسارها وكل أفكارها وترجع البيت بدري علشان تشوف صدمة عمرها بمعنى الكلمة. صدمة ربنا ما يوريها لحد ولا يكتبها على حد، لأن اللي هتسمعوه دلوقتي وجع ما بعده وجع، ولا حتى إبليس ذات نفسه يعرف يتكلم من اللي شافه. إبليس ذات نفسه ممكن يقعد على جنب يتفرج وهو مذهول. إيه ده؟ الأم الليلة ديت للأسف رجعت بدري وفتحت باب البيت، ولما دخلت البيت حست ان في حاجه غريبه بتحصل في البيت مش مظبوطه. اول حاجه جت في بالها انها تدخل على الاوضه اللي على ايديها اليمين وبتفتح الباب اللي هي اوضه نورهان علشان تشوف بنتها للاسف في منظر كارثي. بنتها مع واحد اسمه حسين اللي هو الشاب او الولد الصغير اللي هو صاحب اخوها الصغير، اللي هو اخوها احمد. اصلا ما يجيش في باله ولا في تخيلاته ولا في توقعاته ان ممكن اخته الكبيره تبقى ليها علاقه بصاحبه الصغير اللي هو في سنه. الام للاسف شافت بنتها في وضع سيء جدا ربنا ما يكتبه على حد. الام انهارت، وقعت على الارض من الصريخ والصويت والانهيار. حسين خد بعضه وطلع يجري من البيت بسرعه ويا فكيك طار من البيت. مين اللي فضل قاعد قدامها؟ نورهان. نورهان كانت في صدمه ومش عارفه تعمل ايه. خلاص يا ماما اسكتي ما تفضحينيش. الام طبعا في حاله انهيار بشع بشع. الام طبعا انهارت على بنتها بالضرب و... وبقت مش عارفه تتمالك اعصابها. البنت بدات تكتم بقها، ابوس ايدك ما تفضحينيش. الام ما كانش في حل قدامها غير انها تدخل اوضتها وتقفل على نفسها باب الاوضه بالمفتاح وتقعد تنهار وتصوت في صمت. فضيحه بكل الكلمه. الام مش عارفه هتقول لابوها ايه الحقيقه، حاجه يعني صعبه بمعنى الكلمه. طبعا بدات نورهان تروح ناحيه اوضه مامتها، ماما افتحي الباب، ماما عشان خاطري افتحي.
الام بتقول لها غوري من وشي، انا لازم اتصل بابوكي وهوريكي انا هعمل فيكي ايه. طبعا البنت بدات تخبط على امها الباب، ماما عشان خاطري ما تتجننيش، افتحي الباب، ابوس ايدك، انت هتموتيني، بابا هيقتلني، احمد اخويا هيموتني. الام بدات تصوت في وشها، غوري من وشي، انا لو طلعت قدامك دلوقتي هخلص عليكي، امشي من وشي. طبعا البنت بدات تعيط وتصرخ وتصوت وتخبط على امها الباب، لحد ما امها في الاخر فتحت باب الاوضه وقالت لها عايزه ايه؟ قالت لها عشان خاطري يا ماما، اللي انت عايزاه كله انا هعمله لك، ابوس ايدك استوري عليا. قالت لها مستحيل، انا لازم اكلم ابوكي واعرفه المصيبه والكارثه. اصرار الام بهذه الدرجه او هذه الطريقه معناته ان الام شافت بنتها في وضع بشع، كانت علاقه كامله، ودي الكارثه. طبعا البنت بدات تتكلم مع امها، والام تقول لها بتعرفيه من امتى؟ ده انت مخطوبه، يعني يخرب بيتك انت مخطوبه. الام بدات تقول لبنتها ما لقيتيش غير ده؟ الولد ده، العيل ده الصايع، المنطقه كلها عارفه انه مش كويس، ازاي هو ده؟ ازاي تعملي معاه كده وخطيبك وسمعتنا؟ منظرنا ايه؟ البنت طبعا بدات تنهار، ماما ابوس ايدك، اللي انت عايزاه اعمله لك. الام طبعا قالت لها هاتي تليفونك وكلمي لي حسين ده وخليني اتواصل معاه. طبعا البنت كلمت حسين وقدام امها، الولد ما كانش بيرد على التليفونات تماما، فالام قررت انها تسحب موبايلات البنت وتحبسها في البيت، ولا في جامعه ولا في شارع ولا في ناس اصلا، انت هتقعدي لحد ما اشوف المصيبه دي انا هعمل فيها ايه. بدات هنا نورهان مش عارفه تعمل ايه، ومرعوبه وخايفه من اخوها احمد وخايفه من ابوها، والام تتكلم. الام سكتت الحقيقه عن المنظر ده، لحد ما في يوم الام راحت شغلها، ونورهان عارفه امها خبت التليفون فين، فضلت تدعبس وجابت الموبايل وكلمت حسين. المسجات اللي مسكتها النيابه او المباحث كانت كالاتي: حسين، ماما عرفت كل حاجه، ماما هتفضحني، احمد اخويا لو عرف هيموتني، اعمل حاجه اتصرف. طبعا بدا يرد عليها في التليفون، ولا تشغلي بالك ولا تقلقي خالص، انا هريحك من الست دي اصلا وهخلص لك عليها، ومش هتشوفي ماما دي تاني اساسا، سيبي لي انا الطلعه دي مالكيش دعوه. طبعا بدات نورهان خايفه ومرعوبه من اخوها، اي نعم هو اخوها الصغير، ولكن كل بنت فينا مهما كان ده اخوها الصغير بيبقى هو ده راجل البيت، بيبقى ليه هيبته، ليه كاريزمته، فالطبيعي انها تخاف جدا من اخوها حتى لو هو اصغر منها. فكانت مرعوبه جدا، وكمان مين ده؟ صاحبه، دي مصيبه وكارثه. طبعا بداوا في الرسائل يتواصلوا مع بعض، اتفقوا على اليوم الفلاني في نفس الليله، واربي باب البيت وانا هاجي وهعمل كل حاجه، انا بس طالب منك حاجه واحده بس، حاجه واحده بس يا نورهان تجهزها لي، حله ميه سخنه وغليها على الاخر. قالت له انت هتعمل ايه بالميه السخنه؟ قال لها مالكيش دعوه بقى، دي شغلانتي وحتتي انا بقى، انا هريحك منها خالص عشان تعرف تتكلم وتورينا هتعمل ايه بعد كده. طبعا طلع حسين في الوقت دوت والام نايمه في اوضتها في امان الله، انا قاعده في بيتي، لا متخيله ان بنتي تعمل كده ولا اي حد من اهل بيتي يعمل كده، فالطبيعي ان احنا بننام في سريرنا قافلين باب الاوضه بس مش بالمفتاح. البنت طبعا في الوقت ده وربت باب البيت عشان كل حاجه تبقى طبيعيه جدا، وبدا حسين يتسحب وطلع بعد ما البنت بعتت له طبعا مسج قالت له يلا تعالى، ورجعت التليفون تاني مكانه. اول ما وصل البيت جوه قال لها امك فين؟ قالت له نايمه في الاوضه اللي جوه على ايدك اليمين. قال لها طب اسكتي انت. قالت له انت هتعمل ايه؟ وايه الحاجات اللي انت جايبها في ايدك دي؟ قال لها ايه يعني؟ شاكوش وعصايه. طبعا بعد المباحث والتحريات ما اجرت تحقيقاتها اكتشف ان هو كان معاه شاكوش ومعاه عصايه كده خشب بيبقى فيها مسامير، يعني دي خلاص دي القاضيه. ودخل على امها الاوضه. انا عايزه اعرف بس باي جبروت وباي قلب انت ما خفتيش على امك وواحد داخل عليها بكل الادوات دي؟ حاجه غريبه، حاجه العقل البشري ما يتحملهاش ولا يفكر فيها. دخل حسين الاوضه من غير ما يفكر ومن غير ما يسمي عليها، هو بص لها بصه واحده بس وبدا ينهال عليها بالعصايه اللي كلها مسامير وبالشاكوش على دماغها. الام طبعا من قوه الضربه صحيت وقامت، طلعت تجري منه ودماغها كلها بتنزل دم، اللي هي زي ما بيقولوا حلاوه الروح من الصدمه، ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، وشافت بنتها واقفه في الطرقه قدامها ما بتتحركش، هي واقفه بتتفرج ومذهوله وفي صدمه وساكته.
طبعا حسين عشان يخلص بقى الموضوع بقى ما رحمهاش، ادي ضرب ورا بعضه بسرعه 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 على دماغه. الام تاني سوري، ادي ضرب بسرعه 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 على دماغها. الام طبعا وقعت قدام باب الحمام. طبعا البنت قالت له خلاص كفايه. قال لها لا اجري بسرعه، هاتي الميه المغليه بسرعه زي ما قلت لك بسرعه. جريت بكل جبروت وبكل بجاحه وبكل جحود، جابت الميه المغليه واخدها منها حسين وكبها عليها، او كبها على الام على الارض وهي واقعه. وكان هو ده المنظر الهزلي البشع اللي مفيش حتى يعني كاتب سيناريو الفيلم يعرف يتخيله بالجبروت والبشاعه دي. طبعا الام لما اتكب عليها الميه السخنه بدات بترفص، بدات يعني بتقول لبنتها خلاص يا حبيبتي كفايه، ارحميني ابوس ايدك كفايه. طبعا بصوت كله انكسار وكله وجع وكله الم. وده الكلام اللي نورهان قالته في التحقيقات، ان ماما في اللحظه الاخيره كانت بتستنجد بيا، بس انا ما كنتش عارفه اعمل حاجه، كنت واقفه ساكته. وبعد ما حسين بدا يتكلم وفي التحريات وفي التحقيقات قال لها خشي هاتي آلة حادة من المطبخ. طبعا دخلت، وبعد ما جابتها وهو بيحطها على رقبتها كانت تلمة، فكان بيقطع في رقبتها على الفاضي، بيعورها من الاخر. قال لها بقول لك ايه، الوضع ده مش نافع، خشي هاتي كوبايه من المطبخ بسرعه. قالت له ايه اللي انت بتقوله ده، خلاص كفايه، خلاص هي خلاص بتموت. قال لها لا خشي هاتي كوبايه واكسريها وهاتيها لي مكسوره، عشان طبعا سن الكوبايه حد اكتر. شيطان ما يفكرش في اللي بيحصل ده. طبعا دخلت جابت الكوبايه وكسرتها في المطبخ واديتها له في ايديه، وخلص عليها من الرقبه دي لحد اخر في حته في رقبتها، وطلع كل الاوتار وخلاص كده اتاكد انها خلصت. طبعا اخد نورهان على جنب قال لها خلاص مش هتتكلم تاني. خلاص ما هي طبيعي مش هتتكلم تاني، هتتكلم تاني ايه بعد كل اللي حصل ده، دي مصيبه وكارثه كبيره قوي. طبعا حسين قلع هدومه او قلع التيشيرت، وقرروا ان هم يخفوا اثار الجريمه. دخلت جابت ملايه من اوضه النوم وحطت امها فيها هي وهو، وجروها لحد اوضه النوم تاني جوه. طبعا في دماء في كل حته، منظر عبثي بمعنى الكلمه. انا ما اعرفش هم الحقيقه كملوا ازاي، او هي نورهان كملت على دم امها ازاي، حاجه صعبه. قالت له احنا هنعمل ايه في اللي بيحصل ده. طبعا بالتيشيرت بتاعه بدا يمسح، وجابوا ميه ونضفوا. طب ماما هنعمل فيها ايه؟ قال لها دخليها بس الاوضه دلوقتي، وهنرميها في الاوضه كده على الارض، وهتعملي اللي انا هقول لك عليه بالظبط. انت هتروحي تعملي تليفون من اي حته جنب البيت وتقولي ان موبايلك اتسرق، تمام؟ قالت له طيب وبعدين؟ قال لها مفيش، انت كانك كنت في الشارع بره، وكان في حرامي دخل البيت على امك وخلص عليها عشان يسرقها. هاتي بقى تليفونك وهاتي تليفون امك وهاتي الحاجه اللي في البيت دي كلها وانا ماشي، وبعدين انا هقول لك هتعملي، انزلي بس دلوقتي من البيت وروحي اقرب مكان صيدليه بقى سنترال اي حته، اعملي تليفون واتصلي باخوكي وقولي له الحق ده ماما جت تعبانه قوي، وهي جايه في الطريق قالوا لها لا تعالي تعالي ارجعي على الشغل بلاش تروحي البيت. يعني ماما فين؟ مامتك في المستشفى في الشغل. ودي المكالمه اللي نورهان اجرتها مع اخوها احمد وهو مع ابوه في الشغل. الحق ماما تعبانه، كانت جايه في الطريق البيت بس قررت انها ترجع الشغل تاني يا احمد. كل ده عشان تعطل احمد وابوها ان هم ييجوا البيت بقدر الامكان. وبالفعل احمد لما سمع ان امه تعبانه، والزوج كمان لما سمع ان مراته تعبانه، خدوا بعضهم وطلعوا على المستشفى اللي الام شغاله فيها. ولما وصلوا هناك لقوا حاجه غريبه جدا. كل الاستاف اللي في المستشفى قالوا له اصلا مامتك جت وكانت تعبانه جدا ومشيت وما حضرتش الشغل اساسا ورجعت بدري، مامتك من الصبح مشينا اساسا. طبعا دي كانت مفاجاه وصدمه بالنسبه للاب والابن. طبعا يرنوا على تليفون بنتهم نورهان، نورهان ما بتردش. احمد قال له يا بابا انا نسيت اقول لك ان نورهان كانت في الشارع وهي جايه في الطريق تليفونها اتسرق ومكلماني اصلا من مكان في الشارع. طبعا نورهان رجعت البيت قبل ابوها واخوها، هي عارفه ان امها ميته. نورهان عشان تحبك القصه اكتر بقى والجريمه تبقى طبيعيه، وقفت في البلكونه وهاتك يا صريخ وهاتك يا صويت، الحقوني الحقوني ماما ماتت، في حرامي دخل قتل ماما، انا جيت من بره لقيت امي ميته. وانهيارات وصريخ مش طبيعي. الجيران اتلمت والشرطه جت وابوها جه واخوها الكبير جه اللي هو اصغر منها واخوها الصغير خالص جه. وكان المشهد ربنا ما يكتبه على حد. طبعا نورهان كل ما تشوف امها بالمنظر ده في الارض يغمى عليها، والاب من الصدمه بقى اخرس مش عارف يتكلم، والابن كمان من الصدمه انهيار هستيري، والطفل الصغير منعوه من رؤيه امه علشان منظر بشع محدش يتحمله.
المباحث لما جت الشرطه ولما شافوا الجريمه بالمنظر ده حسوا ان ده انتقام، دي مش جريمه قتل عاديه، لا ده انتقام من الدرجه العاشره، ده حاجه صعبه قوي. ما كان ممكن يعني يغزها بحاجه، يقتلها بحاجه، يخنقها؟ ليه كميه البشاعه اللي في الجريمه دي؟ وطبعا نورهان كل ما تقوم تفوق يغمى عليها تاني، والدنيا تصبرها والجيران يصبروها والشرطه تصبرها وكله مخبي عليها. ونورهان ما فاقتش غير وهي في المستشفى على خبر ان امها اكيد ماتت، وخلاص ماشيين في اجراءات شهاده الوفاه والتحريات المباحث، والبنت ساكته ما بتتكلمش. الحقيقه ان دايما الانسان اللي بيرتكب الجريمه او المجرم بيبقى غبي ولازم هيسيب وراه خيط، وده من فضل ونعم ربنا علينا، ان انت مهما كدبت ومهما عملت وعدت السنين وعدت الايام او عدت الساعات، انت هينكشف امرك، يعني هينكشف امرك، لان انت مهما عملت مستحيل دماغك وقت الجريمه تجيبك انك ترتب كل الكون من حواليك. احمد اخو نورهان لما وصل البيت وبعد ما الام المباحث اخدتها وقعد في البيت الولد والمباحث رفعت البصمات ورفعت الحاجه، شاف حاجه غريبه قوي، شاف تيشيرت كله دماء مرمي كده في الانتريه على جنب. احمد مد ايده ومسك التيشيرت ده ورفعه كده وقال لهم التيشيرت ده مش غريب عليا، ده مش التيشيرت بتاعي. وطبعا ده بسبب ان المباحث اتهمته ان التيشيرت ده بتاع احمد، شكوا فيه ان هو الشاب الوحيد اللي في السن ده، والتيشيرت شكله يعني شبابي، فممكن يكون الولد هو اللي قتل امه. ما انها تحقيقات بقى شغاله. احمد قال لهم لا، التيشيرت ده بتاع حسين صاحبي. المباحث قالت له يا سلام، وانت فاكر التيشيرت بتاع حسين صاحبك؟ اشمعنى حسين يعني؟ قال لهم علشان حسين من فتره لما جيت المنطقه دي ونقلت وقعدت فيها واتعرفت عليه، لا اله الا الله كانت بتحذرني منه، وحسين في يوم كان بيحاول يتقرب لي، اتاريه بقى كان معجب باختي، وبعدها بفتره راح اشترى تيشيرت من محل وما كانش عاجبه، وجي عرضوا عليا ان انا اشتريه منه عشان المحل رفض ان هو يرجعه، وكان هو ده التيشيرت. مباحث هنا لما سمعت الكلام ده حست ان الكلام عقلاني جدا، بدأت المباحث تكثف مجهوداتها وجابت حسين القفاه، وتعالى يا حسين بقى ونفتح بقى التحقيقات من الأول خالص. طبعا الشرطة والمباحث ليها طريقتها في التحقيقات. بعد ما اتقبض عليه حصل الآتي: اعترف بالجريمة كلها وقال إن نورهان هي اللي قتلت معايا أمها. طبعا الأب وإخوات نورهان كانوا في صدمة، محدش مصدق. اتقبض على نورهان على الفور، واعترفت فعلا في النيابة في التحقيقات بكل دوافع الجريمة البشعة اللي هي عملتها. طب قولي يا نورهان، يعني ايه تعليقك؟ ليه يا نورهان قتلتي امك بهذه الوحشية؟ طب ما صعبتش عليكي؟ طب يا بنت الناس، انت بتقولي انها كانت بتستنجد بيكي وحسين بيخلص عليها، ما وقفتيهوش ليه؟ قالت لهم اصل انا خفت. ده كان ردها. طبعا اتاخدت واتعرضت على النيابة واتحكم في القضية بتاعتها بالإعدام شنقا. ولكن يجي بعد كده الأب، أبو نورهان، هو في الآخر أب مكلوم، أب جات له صدمة عصبية ربنا ما يكتبها على حد، موقف لو عاش سنين السنين ما كانش يتخيل إن يحصل له. أنت ممكن تتخيل كل حاجة إلا الموقف ده. طبعا الأب راح النيابة وتنازل عن حقه في إن زوجته اللي ماتت إن بنته تتعدم بسببها، وده قانونا ممكن فعلا يخفف العقوبة من الإعدام لسجن مثلا. ولكن النيابه هنا ما اخدتش باقوال الاب، قالت لا، نورهان لازم تتعدم، واتحكم على نورهان بالاعدام شنقا فعلا في قضيه قتل امها. كانت القضيه دي الحقيقه من اصعب القضايا، ما حدش لحد وقتنا ده يتخيل ازاي بنت تخلص على امها بالطريقه الوحشيه دي، وايه الدوافع في الجريمه اصلا. هنقول ان البنت خانت فعلا خطيبها، كانت على علاقه بشاب تاني. الغريبه لما تشوفوا صور خطيبها راجل محترم وتشوفوا صور العيل اللي هي خانت خطيبها معاه، حاجه غريبه جدا. هل دي بتبقى دوافع نفسيه؟ هل ده بيبقى حاجه منذ الصغر في نشأة الطفل، حاجه تقصير في البيت؟ احنا الحقيقه ما نعرفش نورهان دي نشأت في بيئه عامله ازاي او ايه علاقتها مع امها او ابوها او عيلتها. ولكن الصور اللي احنا شفناها كلنا ان في بنت جميله مبسوطه ومبتسمه في الصوره، ومامتها كمان ست جميله لابسه فستان جميل، وكلهم مبسوطين جدا في يوم خطوبه نورهان، صوره اسريه طبيعيه جدا. طب ايه الدوافع؟ هتفضل قضيه نورهان لحد النهارده لغز كبير جدا في دوافع واسباب موافقتها على ارتكاب هذه الجريمه. عايزه اسمع رايكم في الكومنتات. كنت معاكم انا داليا ناصر، تحياتي.